الوطني تحت شعار تخليق الحياة السياسية ورد الاعتبار للعمل الحزبي الجاد باعتبارهما ركيزتين لتوطيد الخيار الديمقراطي. رشيد إكن وعبد الرحيم فيلول. يرتبط جدول أعمال هذه الدورة من الناحية السياسية بتدارس مستجدات القضايا الوطنية السياسية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية. الدورة تشكل أيضا محطة تنظيمية تخص الخطة الجديدة لسنة 2024 والتي تجد أسسها ومرتكزاتها في استراتيجية بتاق الهادفة إلى إعطاء انطلاقة تنظيمية مبتكرة وراسخة لتقوية بنية الحزب التنظيمية. يعقد حزب جبهة القوى الديمقراطية الدورة العادية للمجلس الوطني عدد 51 من أجل مناقشة مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا التنظيمية الخاصة بالحزب، خاصة إعداد البرنامج السنة 2024 من أجل النهوض بالأنشطة ديال الحزب. هي دورة عادية ولكن المضامين ديالها استثنائية. رفعنا من أجل ذلك شعار تخليق الحياة السياسية ورد الاعتبار العمل السياسي الجاد ركيزتان لتوطيد الخيار الديمقراطي، بما يلخص هذا الشعار على استعداد جبهة القوى الديمقراطية للتعبئة الوطنية من أجل أن يكون هاجس تخليق الحياة السياسية ينخرط ضمن المسار الذي اتخذته بلادنا لتوطيد الخيار الديمقراطي. دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية تشكل انطلاقة جديدة في نهج الحوار والتشاركية التي يتبناها الحزب تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني الأخير، ومنها أساسا تحديد الأسئلة التي يطرحها بناء الحزب في شموليته ومحاولة الإجابة عنها جماعيا.